في واحده ست سودانيه طلعت قالت انا اهون عليا اتضرب بالرصاص ولا ان حد يغتصبني ويمس شرفي. واحنا منشغلين باللي بيحصل في غزه وجرائم الحرب اللي بتحصل هناك، بترتكب قوات الدعم السريع في السودان ابشع جرائم على اهل السودان، وفي تعتيم اعلامي رهيب على الحوار ده. مش عارف ليه قوات الدعم السريع دلوقتي بتدخل على البيوت في السودان، تقتل كل اللي فيها ويسرقوا كل اللي في البيت، وحسوا انهم كده مش مستكفيين فبداوا يدخلوا على المستشفيات ويسرقوا المعدات الطبيه اللي فيها. في مدينه كده في السودان اسمها ود مدني، اتمنى كل قلت اسمها صح. حالات الاغتصاب فيها على الستات والبنات زادت بشكل كبير جدا جدا، لدرجه ان بقى عندهم عجز في حبوب منع الحمل من كتر ما الناس ما بتشتريها. ست سودانيه وصت راجل من قرايبها ان اول ما القوات يدخلوا عليهم البيت يضربها هي وبناتها بالرصاص عشان ما تغتصبش. ربنا ما يورينا اللي هم شايفينه وعايشين فيه. واللي بيتشاف دلوقتي في الشارع ماشي مع مراته ولا اخته، بيمسكوا الراجل يكتفوه ويغتصبوا مراته قدام عينه، وبعد كده ياخدوهم هما الاثنين يدفنوهم صحيين. وده بيحصل برضه في مدينه اسمها دارفور. وطلعت نقابه الاطباء السودانيه حذرت بان المنظومه الصحيه انهارت بشكل كلي، والقوات بتستهدف الطاقم الطبي ومبقوش حتى عارفين يعدوا عدد الناس اللي بتموت. لا وكمان الادويه والمستلزمات الطبيه كمان بتتسرق. يعني اللي تعبان وعايز يروح مستشفى ما يروحش عشان ما عندناش حد يستقبلك ولا حتى ادويه نقدمها لك. وبسبب كده في اكتر من 300 الف مواطن سوداني ساب بلده وهرب. وده كلام المنظمه الدوليه للهجره. احنا حقيقي دلوقتي مش عارفين ندعي لاهل السودان ولا لاهل فلسطين. طب يا عم هندعي للاثنين وبس كده؟ محدش هيعمل لهم حاجه برضه؟ ايه الحل؟ والله ما عارفين ايه الحل والمفروض نعمل ايه.